السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا الغاليين، ليه الجملة اللي قدامي ديت هيبقى اختيارها مش بي ولا سي ولا حتى دي؟ تعالوا نقرأ كده. The child playing in the yard is my son. الطفل ده الفاعل بتاعي، يبقى أنا مش محتاج فاعل تاني، يبقى مش هينفع هي، ما ينفعش الطفل هو، ما تنفعش في الإنجليزي. يبقى كده the child ده الفاعل بتاعي. طب يا ترى playing هنا الفعل بتاع الجملة ولا دي صفة؟ لسه شارحينها في الفيديو اللي فات. يبقى هنا playing in the yard يبقى فيرب ing معايا اهو، وin حرف جر، وذا أداة تعريف، ويارد اسم، تمام، اسم مجرور. is my son. is هنا الفعل بتاع الجملة بتاعتي، فعل واضح جدا. في الحالة دي أصل الجملة the child is my son. قواعد اهو من غير ما اترجم. يبقى the child is my son. يبقى في الحاله دي playing اللي قدام دي اكيد مش فعل ولا جزء من فعل، يبقى ما ينفعش قبلها verb to be، ما ينفعش قبلها is في المضارع ولا was في الماضي، ما ينفعش تعمل مضارع بسيط، مضارع مستمر او ماضي مستمر. في الحاله دي الاجابه الصح بتاعتي هتبقى now، ظرف زمان. ليه؟ لان الطفل الان اللاعب في الفناء يكون ابني. في الحالة دي playing هنا صفة ليه؟ لأن عندي فعل في الجملة is، ما ينفعش قبل playing هنا لا is ولا was ولا أي المشتقات بتاعت verb to be. في الحالة دي ما ينفعش قدامي اختار غير ظرف زمان، مثلا أقول the child now أو the child just أو أي حاجة زي كده، أو the child always playing in the yard is my son. في الحالة دي أنا عندي playing هنا صفة، يبقى ما ينفعش أجيب قبلها am ولا is ولا are ولا اخواتها. السلام عليكم.